شوف اذا يقدر يصمد قصاد النجمي او لا. اذا لعب 4-3-3 حنشوف هو اذا عنده، لان عنده ايكر وعنده سلامي، هول لعيبه نجمي قدام 4-4-2. سلامي حيرجع لورا ورا المهاجمين حيضب على نص الملعب ليغطي منطقه نص الملعب، يبقى في كثافه في نص الملعب. اللي انا عايز اقول لك عليه خليل بدر هيدا الماتش لازم يفرجينا امكانيات. شباب الساحل ما حيبلش هجوم، حيشوف النجم كيف حيلعب وحيلعب. اللي راح تكون بالصدارة. فرصة لفريق شباب الساحل وفيكتور خطر. حسن عزيمي بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ومصطفى مط أكيد بحاجة لوقت وبحاجة لمباريات. فرصة لفريق النجمة داخل منطقة الجزاء. صامد عم يقدم مباراة جيدة، منظم بشكل كتير كبير. شباب الساحل مع كرة لعلي قصاص بيسدد الركنية. قائد الساحل بيلعب الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، والرأسية هون موجودة، لا تزال الخطورة، وأيضا إبعاد للكرة من علي قصاص. محاولة هون ملعوبة، ومحاولة أيضا خطيرة ممكن تكون جول. السقوط الثالث على التوالي من دون ما يسجل ولا هدف، وتسديده جول. جول رائع، جول هز الشباك، جول من خارج منطقة. ركلة حرة لصالح فريق النجم، بتتنفس داخل منطقة الجزاء، بيبعدها وعم يطلعوا بمحاولة ليعمل زيادة العددية بوقت الرودني. يا سلام، جول. مسعود جمعة وجه السعد كل يوم، مش بس الأحد إنما أيضا اليوم الجمعة. عم بيفوز للمرة الثانية بنتيجة 2-1، بينما فاز على الصفا بنتيجة 1-0. مسعود عم يعطي القصاص جول. القصاص عم يضرب للمرة الثانية بهالمباراة، ومسعود جمعة المدمر يلي عم بيعطيه